يا مساء الانوار. زمان كنا بنعيش في سلام مع فلوكاب لحد ما جت البيانات المعكوسه، وفلوكاب قالت اسفه ما بقدرش ارجع لورا. وشفنا دالة اتش لوكاب وهي بتقول لك انا ماليش غير في البحث الافقي بس وماليش دعوه بحاجه تانية. وهنا بقى دخلت اكس لوكاب، الداله اللي عندها ثقه بالنفس، بتدور يمين وشمال فوق وتحت عدل وبالعكس، ولو عايز ترجع لها بعد 6 شهور هتلاقيها لسه واقفه مكانها بتدور. فالنهارده هنتكلم عن اكس لوكاب، فمن غير مقدمات كتير تعال نخش في الموضوع. على طول نخش في الموضوع. انا عندي مجموعه بيانات زي اللي موجوده قدامي دي، محتاج ان انا عن طريق كاستمر اي دي اجيب البرودكت كاتيجوري. المعادله احنا كاتبينها قدامنا هنا عشان خاطر بس التوضيح. فاجي مثلا في الكاستمر اي دي اقول له يا سيدي هات لي الكود دوت، فاول ما اكتب له المعادله اكس لوك اب هتظهر لي المعادله بالطريقه دي. اول حاجه بيقول لي انا عايز اللوك اب فاليو، انا هبحث او هبتدي ادور بايه؟ اقول له دور لي بالكود. بعد كده بيقول لي انا عايز اللوك اب اري، يعني الكود دوت موجود فين، المجال اللي موجود فيه الكود فين؟ هقول له موجود عندي في الجدول العمود ده. بعد كده بيقول لي عايز الريتيرن اري، انت عايزني ارجع لك بايه؟ اقول له ارجع لي بالبرودكت كاتيجوري اللي انا عايز العمود ده، وادوس له انتر. هلاقي طلع لي البرودكت كاتيجوري عندي. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ عادي جدا. ووقت ما هتغير في الكاستمر اي دي هيطلع لك البرودكت كاتيجوري. طب هل هي المعادله كده وبس؟ قال لك لا، انا ممكن عن طريق المعادله دي ندلت ده خالص، اقول له اكس لوك اب تطلع لي المعادله، اقول له اللوك اب فاليو اهي واللوك اب اري اهي. فانا ممكن هنا بدل ما اطلع البرودكت كاتيجوري بس، او بدل ما اطلع حاجه واحده من الحاجات دي، ممكن اطلع الحاجات كلها. بص تعالى هنا لو ضغطنا انتر ايه اللي هيحصل؟ هلاقيه جاب لي البيانات بتاعتي كلها اللي موجوده في الجدول. فانا ممكن احط العناوين هنا، وبقى عندي موجود جدول تحت عن طريق الدروب داون ليست اقدر اغير في البيانات بتاعته على حسب الحاجه اللي انا عايزها. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. تعالى برضو نرجع للمعادله بتاعتنا تاني من الاول. انا لو لاحظت في المعادله هنا ساعه ما جينا كتبناها قال لك انا عايز اللوك اب فاليو، وقلت له ان اللوك اب فاليو الكاستمر اي دي، واللوك اب اري قلت له العمود اللي فيه الكاستمر اي دي، والريتيرن فاليو قلت له اللي هو العمود اللي فيه البرودكت كاتيجوري. يجي يكمل بقيه المعادله بيقول لك if not found، يعني انا لو ما لقيتش القيمه دي اعمل ايه؟ فانا هنا ممكن اقول له مثلا ان انت لو ما لقيتليش القيمه دي، بدل ما تطلع لي علامه شباك سلاش ان والكلام دوت، اقول له ما بين علامتين التنصيص مثلا اكتب لي not found واقفل علامتين التنصيص بتوعي. طيب نخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو الماتش مود. الماتش مود هنا بقى لذيذ جدا. فاحنا هناك في الفلوك اب او الاكس لوك اب كان بيقول لك يا اما اجيب لك اقرب قيمه او اجيب لك الاكزاكت ماتش. هنا بقى بيقول لك لا، انت عايز الاكزاكت ماتش ولا عايز اكزاكت ماتش اور نيكست سيميلر ايتم، يعني اقرب حاجه مشابهه للاكزاكت ماتش دوت، ولا عايز اكزاكت ماتش اور نيكست لارجر ايتم، يعني اجيب لك الاكزاكت ماتش القيمه المطابقه او اكبر قيمه موجوده عندك، ولا اجيب لك اي حاجه وخلاص. فانا هنا لو قلت له اكزاكت ماتش، الحاجه اللي بعد كده يقول لك السيرش موديل، دي برده حاجه لذيذه جدا اتضافت. فلو انت عايز، احنا فلوك اب في عمليه السيرش بتاعتها هي بتاخد اول حاجه تقابلها، يعني لو اصناف متكرره فبتاخد اول قيمه تقابلها في الجدول. فهنا بيقول لك انت عايز السيرش يبقى فيرست تو لاست، يعني من الاول للاخر، ولا لاست تو فيرست من الاخر للاول، وهكذا يعني. يا جدع والله منزل وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. فانت هنا بتحدد له كمان نوع السيرش اللي انت عايزه، فانت بتحدد له الماتش مود، ولقينا ان هو هنا ضاف اكتر من مود للماتش، وبتحدد له السيرش مود، وهنا هو برده ضاف اكتر من مود للسيرش بتاعه. وكمان ضاف لنا حته اللي هي النوت فاوند دي، ان انت ممكن تدي له رساله معينه يطلعها لك لو الحاجه ما طلعتش، بدل الرساله المزعجه اللي كانت بتجيلنا الاول. فدي كده لو حبينا نستخدمها مثلا بدل داله فلوك اب. تعال نشوف لو حبينا نستخدمها بدل داله اتش لوك اب هنعملها ازاي. هكتب المعادله عندي اقول له بيساوي اكس لوك اب، فهيقول لي برده انا عايز اللوك اب فاليو، انا هقول له ابحث لي هنا بالفرع. طيب هيقول لي اللوك اب اري بتاعك فين؟ هقول له فروع عندي اهي. فاللوك اب اري حددت له الصف اللي في الفروع. فالريتيرن اري انا عايزه
يرجع لي بايه؟ هقول له ارجع لي بتحقيق التارجت وادوس له انتر، فجاب لي ان الجيزه فرع الجيزه دوت ما تحققش فيه التارجت، وده اللي موجود عندي في الجدول. ممكن برضو نعملها تبقى تطلع لي البيانات كلها بناء على الفرع. فهنا بدل ما اقول له مثلا الريتيرن اري بتاعتي عباره عن تحقيق التارجت بس، اقول له لا، الاري بتاعتي هتبقى الجدول كله، واقول له انتر، هلاقيه رجع لي بالبيانات بتاعت الفرع كلها. وتبتدي انت بقى تظبط البيانات بتاعتك زي كده. فاصبح عندك هنا دروب داون ليست تقدر تغير بيها وتعرف البيانات بتاعتك عباره عن ايه. حلوين؟ زينة والله زينة. يعني باختصار اكس لوك اب هي الداله اللي الاكسل قال لنا فيها انا زهقت من المشاكل، خدوا داله تحل كل حاجه. فالخلاصه ولا بلوك اب ولا اتش لوك اب زي اكس لوك اب. فاكس لوك اب هي داله مفتوحه على العالم، بتفهم الاعمده والصفوف وبتديها تعليمات صريحه. فلو لسه بتستخدم لوك اب يبقى لازم تعيد حساباتك. جرب اكس لوك اب وانضم لعالم الراحه النفسيه. وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واكتب لنا رايك في التعليقات انهي افضل داله في البحث. سلام.